مستمعينا الكرام، هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. تستمعون الآن إلى البث التجريبي للإذاعة، وبهذه المناسبة ندعوكم في القريب العاجل لمتابعة البث المباشر، والذي سيأتيكم إن شاء الله تعالى عبر الأقمار الصناعية وعلى الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 9540 و31 متر باند، وذلك كل سبت من الساعة 8 صباحا وحتى 9 صباحا بتوقيت أسمرة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. هنا إذاعة صوت الوفاق الإريترية. إذاعة صوت الوفاق الإريترية هي ثمرة لجهد الإريتريين في الشتات، وهي صرخة من الضمير الإريتري الحي. تبدأ إذاعة صوت الوفاق الإريترية بثها إلى جماهير الشعب الإريتري في الداخل والمهجر، وتبث برنامجها إلى أولئك المكلومين والصامدين المقهورين من العصابة وذواتها في الوطن السجين. إن صوت الوفاق الأريتري برنامج إذاعي يتناول كل آمال وتطلعات وأحلام شعبنا الأريتري البطل الذي سطر أعظم البطولات وصنع كل المعجزات. أيها المواطنون الشرفاء، إن ليل الظلم والتسلط والإرهاب قصير مهما كانت أدوات القمع والإرهاب والقتل والسجن والإخفاء. إن صوت الوفاق الأريتري هو صوت لمن لا صوت لهم في داخل إريتريا، وتدعو إلى التعايش والتسامح ورص الصفوف لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالوطن وإنسانه. مستمعينا الكرام، هذه إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. تستمعون الآن إلى البث التجريبي للإذاعة، وبهذه المناسبة ندعوكم في القريب العاجل لمتابعة البث المباشر، والذي سيأتيكم إن شاء الله تعالى عبر الأقمار الصناعية وعلى الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 9540 و31 متر باند، وذلك كل سبت من الساعة 8 صباحا وحتى 9 صباحا بتوقيت أسمرة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداعي رب وحمدي. شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي. رب لك بقدي بامير حت أسمرا، رب لك بقدي بامير حت أسمرا. أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرا. شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقششت آسروا. شباب من عدوا أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو.
سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا إريتريا عدناتا عالنديبة ولينا نشق نتنضالنا نتهاجل لتاريخنا ناشف يلا عد ما يوم شهداء لثورتنا يا هو كف ما تكفل نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا أبينا إن استسلم أبينا إن استسلم بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما سلمنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام كريستيان وإسلام سلامنا أبي عدالة وعمار أنتنتي نحزي دمار لنا غسل الدمر حنات وسبدار حتى تزعلنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار حتى تزعلنا كيف ولو ما تفنار كيف ولو ما تفنار سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا ورانت ايدينا اباينا تنقينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطمة اللينا اللينا ديما اللينا اللينا ديما اللينا فاطمة اللينا
مهرانة ايدينا أباينة تنجينا، مهرانة ايدينا أباينة تنجينا. هلينا دي ملينا، هلينا دي ملينا فاطام، هلينا هلينا دي ملينا، هلينا دي ملينا فاطام، هلينا. مستمعين الكرام، هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. تستمعون الآن إلى البث التجريبي للإذاعة، وبهذه المناسبة ندعوكم في القريب العاجل لمتابعة البث المباشر، والذي سيأتيكم إن شاء الله تعالى عبر الأقمار الصناعية وعلى الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 9540 و31 متر باند، وذلك كل سبت من الساعة 8 صباحا وحتى 9 صباحا بتوقيت أسمرة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. اليوم تقبع أريتريا وشعبها تحت وطأة احتلال بالنوع جديد، فالشعب محتل من قبل دكتاتور لا يعرف معنى الرحمة ولا أجد له وصفا يفيه حقه أكثر من ذئب بشري يقتات على أحلام وآمال شعبنا ليطيل من عمره وعمر سلطانه الجائر، وقد أبدى رغبته في استعباد الشعب وإبادته، وكأنه ينتقم منه لسبب لا نعرفه في عدد من السجون والمعتقلات التي تم بناؤها في عهده. ففي الوقت الذي كنا ننتظر منه بناء المدارس والمستشفيات والجامعات، فها هو يستغل تعاطفنا معه ويكافئنا بما لا قبل لنا به من لجان التعذيب ومعتقلات تحت الأرض وفوقها، فلا تكاد تخلو مدينة أو قرية منها، ناهيكم عن زنازين لا يعلم بها أحد، وحاويات يقبع فيها العشرات بل المئات من أبنائنا. اليوم يوجد ما لا يقل عن 350 سجنا ومعتقلا في أريتريا، وهذا هو العدد الواضح حتى الآن، وما خفي كان أعظم. تمارس في هذه السجون أقصى أنواع التعذيب الجسدي بلا حسيب أو رقيب، وكلمة الرحمة لا وجود لها عند أولئك الجلادين من زبانية النظام وزمرته. فسجون مثل عيرا عرو، أدرسر، ويعة، قلعلو، عد نفاس، مايسروة، عد أبيتو، تراكبة تعج بالمئات من أبناء الشعب بمختلف الأعمار والمناصب، فتجد المسن والصغير والشاب والجندي والضابط والإعلامي والنساء، فتيات صغيرات، أمهات وجدات أحيانا. فهذا النظام لم يكتفي بأن زج بشبابنا إلى معسكرات الاستعباد، والتي يسميها الخدمة الوطنية، والتي تكبد فيها الشعب بأكمله العناء والشقاء، فلا أم تجد وليدها، ولا أب سانده ابنه، ولا زوجة عرفت طريق زوجها، ولا طفل تجرع حنان أبويه. وبالرغم من كل ذلك ها هو يتفنن في تعذيب أبنائها داخل تلك السجون بلا رحمة ولا شفقة.
الأمر الذي لم نشهده في زمن الاستعمارات التي توالت على أريتريا. مستمعينا الكرام، هذه إذاعة الوفاق الإريترية. تستمعون الآن إلى بث التجريبي للإذاعة، وبهذه المناسبة ندعوكم في قريب العاجل للمتابعة في بث المباشر بعد الافتتاح البث إن شاء الله. هنا إذاعة الوفاق الإريترية. أريتريا، هذا البلد الذي نال استقلاله عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب طويلة. أريتريا الآن من بين أفقر بلدان العالم بحكم سياسي سلطوي. في إريتريا لا توجد حرب ولا مجاعة، ومع ذلك يفر من هذا البلد الصغير الواقع في القرن الإفريقي قرابة 5000 شخص شهريا. هل بإمكاننا طرح أسئلة عليكم؟ نحن صحفيون من قناة فرنسية. هل نستطيع التحدث إليكم؟ السياسة لا تهمني كثيرا، آسف. هكذا يتم تجنب الأسئلة في إريتريا، هذا البلد المعروف بنظامه الدكتاتوري، رئيس واحد يمسك بزمام السلطة منذ استقلال البلاد عام 1993. أسياس أفورقي، وحزب واحد يتصدر المشهد السياسي. في العاصمة أسمرة التقيد بضوابط النظام العام أمر لا مفر منه. هناك من يعارض هذا القول ويعارض النظام كلية، هؤلاء يعيشون في المنفى. الثورة الإريترية امتدت من 1961 إلى غاية 1991، لكن اليوم يعيش الإريتريون على هذا السؤال: ماذا جنينا حقيقة بعد 25 سنة من التحرير؟ في عام 1991 تمكنت من نيل استقلال البلاد عن إثيوبيا، ولا تزال هذه الجبهة تمسك إلى الآن بمقاليد الحكم وسلطة الدولة في كل مكان، كما نرى هنا في هذه البنوك المكتظة التي تعود كلها إلى الدولة. ليس لدينا صرافات آلية لنسحب النقود، علينا القدوم إلى مكاتب المصارف. الكثير من الناس يأتون لسحب نقودهم يوميا، قد يكلفهم ذلك نصف ساعة من الزمن وأحيانا أكثر من ذلك. اليوم ترفض الحكومة نشر المعطيات الاقتصادية للبلاد خوفا من إمكانية استغلالها من قبل أعداء الوطن كما تقول. منذ سنوات عديدة لم تأتي أي وسيلة إعلامية إلى هنا. استثنائيا حصلنا على تأشيرة خاصة بنا كصحفيين وبرنامج حافل ينتظرنا في أقل من أسبوع. سنبدأ بزيارة التلفزيون الرسمي إيغي تيفي. حاليا ليس لدينا سوى قناة تلفزيونية واحدة، إيغي تيفي، تابعة للحكومة. لماذا قناة واحدة؟ لدينا إعلام مستقل، لكن ليس لدينا قناة مستقلة. هناك فقط إيغي تيفي تابعة للحكومة. هل تتمتعون بالحرية كصحفيين؟ نعم. الحرية دفع الإريتريون ثمنا باهظا لاكتسابها. قتل 60,000 شخص خلال حرب الاستقلال عن إثيوبيا التي استمرت 30 عاما. أمانويل دليلنا الحكومي كان في الصفوف الأولى لحرب الاستقلال. الكثير من سكان البلاد ناضلوا في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، الجبهة التي تحولت بعدها إلى الحزب السياسي الوحيد في الوطن. لقد نلنا حريتنا بعد حربنا ضد الإثيوبيين. الاكتفاء الذاتي هو شعار النظام الأوحد، مع متوسط دخل شهري يقدر ب30 يورو. على المواطنين إذن أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم. عندما يخرج هذا الطفل يوميا من المدرسة يتوجه إلى ورشة أبيه. الكثير من الشباب لا يرون في إريتريا أي مستقبل، همهم الوحيد هو الهجرة. الأمم المتحدة تقدر عدد المهاجرين شهريا بالآلاف. في رأيك لماذا يفر أولئك الشباب من البلاد؟ لا أدري. هل هم كثر؟
لا أدري، لم أرى شيئا، أنا دائما هنا. لكن هل توافق أولئك الذين يفرون؟ العديد من الغربيين لا يعرفون من إريتريا سوى هذه الصور. مهاجرون يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط فرارا من الفقر ومن نظام الحزب الواحد، وفرارا من خدمة عسكرية لا تميز بين الرجال والنساء، من خلال ما تفرضه من أعمال قسرية وشاقة وفقا لمنظمات غير حكومية. الناس يهربون لأن الوضع بلغ بهم حد الاختناق. الحياة مستحيلة دون حرية في العمل والسفر والتعليم وتكوين أسرة. يدرك الشباب أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء ما دامت الخدمة العسكرية إلزامية. الشباب لا يرى أي أمل في المستقبل، ولا توجد أي وسيلة للخروج به من النفق. هناك من تمكن من الهجرة، لكن داخل البلاد لا يوجد أي سبيل لبداية حياة حقيقية. الشبكة العنكبوتية بطيئة جدا، ولأول مرة نقوم بالتصوير دون أن يرافقنا أي مرشد أو دليل. الكل موظف لدى الدولة. ذلك من أجل الصالح العام، إنه أمر جيد بالنسبة إلينا. هذه الآراء تختلف بالكامل عند استخدامنا للكاميرا الخفية، كما تظهره شهادة أحد سائق سيارة الأجرة. كم تستغرق الخدمة العسكرية؟ لا ندري بتاتا، ذلك هو لب المشكلة، وبسببها يفر معظم الإريتريين إلى إيطاليا وإلى غيرها. لا أود القيام بتلك الخدمة، أجريها منذ 10 سنوات ولم أنهيها بعد، لذلك أنا أتجنب الشرطة. في الليل أعمل كسائق أجرة، وفي النهار أنام في منزلي. ولماذا لم تغادر البلاد؟ بسبب وجود الكثير من الجنود على الحدود، ثم إن العبور إلى السودان أو إلى إثيوبيا يتطلب نقودا كثيرة. لا بد من دفع 5000 دولار إلى المهرب من أجل الذهاب إلى السودان، و3000 للعبور إلى إثيوبيا. دليلنا اليوم هي ميلا نشأت في سويسرا وتدافع بحماس عن النظام. لدينا مشاكل اقتصادية. إنها نقطة تفتيش. في إريتريا ليس للأجانب الحق في مغادرة العاصمة دون الحصول على إذن بالسفر، دون أيا كان أن يذهب هكذا إلى حيث يشاء دون الحصول على إذن. الحكومة تقول إن البلاد في خطر ويهددها غزو محتمل. هي فرصة بالنسبة للحكومة الإريترية لتضمن بقائها في السلطة. في الطريق ليس بعيدا عن العاصمة أسمرة نواجه ما لم يكن في الحسبان ولا في برنامج الرحلة. رجال كبار في السن يقومون بتحطيم هذه الصخور بوسائل تقليدية جدا. احذروا، تشجعوا، ادفعوا. إنها خدمة تطوعية لا يحصلون منها على أي أجر. على كل حال هذه الطرق التي يشقونها تعود للشعب. لكن محطمي الحجارة هؤلاء لا يرون الموضوع من المنظور ذاته. من الذي يدفع أجركم؟ لا نتلقى أي أجر، ليس لدينا أي شيء هنا. نحن جنود نقوم كلنا بالخدمة العسكرية. تحل بالشجاعة وقل ما تريد قوله. لقد قلت له إن لدينا مسؤولا هناك، اذهب وكلمه. لقد كنت شجاعا جدا. سألني كم ساعة نعمل في اليوم، قلت له 3 أو 4 ساعات في اليوم. نعم، لكن لا نهاية لهذا العمل ولن نتحصل منه على أي أجر. ليس لدينا أي شيء، إنها الخدمة العسكرية. إلى العاصمة أسمر، حيث ينتظرنا موعد مع إحدى الشخصيات المهمة في البلاد. سنسأله عن الممارسات القمعية التي اقترفها النظام عام 2001. وقتها تم وضع العديد من السياسيين خلف القضبان، والسبب مطالبتهم الرئيس بإحلال الديمقراطية في البلاد. هل ما زال أولئك السياسيون على قيد الحياة؟ كإريتريين قررنا إدارة هذه المسألة على طريقتنا الخاصة. إنها مسألة تتعلق بالأمن القومي. وفق منظمة العفو الدولية يقبع في السجون الإريترية 10,000 سجين سياسي. عندما يصل السجين يكون مكبلا بسلاسل ومعصوب العينين، وفي حال علمت أسرته بمكان السجن أن أصحاب
يسحبوه إلى سجن آخر. قد يظل على هذه الحال طويلا، ينتقل من سجن إلى سجن. إنها سجون تحت الأرض في الغالب ومنتشرة في كل مكان في إريتريا. لحظة وصوله إلى السجن يسألون عن التهمة الموجهة إليه. نقول له إن كل شيء مكتوب وما عليك إلا أن توقع على الورقة، ولا نخبره بالتهمة. نقول له إذا لم توقع ستقضي بقية حياتك في السجن. الذين يحققون مع السجناء يأتون من خارج السجن، وطوال فترة التحقيق والاستجواب نسمع صراخهم جراء التعذيب. وفي اليوم التالي أرى آثار الضرب الشديد عليهم، وأرى الدم في أرجلهم وأيديهم وفي كافة أنحاء أجسادهم، فندرك حتما أنهم خضعوا للتعذيب. العمال هنا أشخاص مميزون. 70% منهم جنود، البقية هم عمال مدنيون. إنه أمر غريب، جنود يعملون في مصنع للبناء. قل له إنه لا يوجد في إريتريا مدنيون. إنك على حق، في هذه البلاد الجميع جنود. والبلد الفتي يغادره أبناؤه اليائسون هربا منه ومن خدمة عسكرية تكاد تكون أبدية. مستمعينا الكرام، هذه إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. تستمعون الآن إلى البث التجريبي للإذاعة، وبهذه المناسبة ندعوكم في القريب العاجل لمتابعة البث المباشر والذي سيأتيكم إن شاء الله تعالى عبر الأقمار الصناعية وعلى الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 9540 و31 متر باند، وذلك كل سبت من الساعة 8 صباحا وحتى 9 صباحا بتوقيت أسمرة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري.